اساسا، ولا ان الشخص المتلاعب ما بيظهرش على حقيقته في بدايه العلاقه او من اول يوم. ده هو بيبدا بالعكس تماما، تلاقي حنيه واحتواء وحب، كلام جميل جدا، اهتمام مش طبيعي. بطبيعه الامر بتقول لنفسك هو ده الشخص الصح. بس بعد فتره بتبدا تلاحظ التناقض بتاعه، فيبقى هو اللي غلطان فيك ويقنعك انك انت السبب. يتجاهلك بالايام، ولما تزعل منه يقول لك لا لا انا مش فاضي لمشاكلك النفسيه دي، انت بتتجاهلني كل ده، وتيجي كأن مفيش حاجه حصلت بالاسبوع وبالايام يقول لك انت بتكبري المواضيع ليه؟ هو انت كل مره هتعملي لنا مشكله من لا مشكله؟ ويبدا يعمل جوستنج تاني، او يعمل سايلنت تريتمنت او الصمت العقابي. بيبدا بشكل تدريجي يسحب ثقتك في نفسك، وده هو سلاح الاساسي بتاع الشخص المتلاعب او الست المتلاعبه. تبدا تسحب ثقتك في نفسك بشكل تدريجي. كل مره تشك في حاجه، مثلا تفتكر كلامه عن انك شخص حساس، او عن انك انت حساس زياده عن اللزوم، او بتتخيلي، لحد ما يحطك في بوينت انك محتاجه موافقه او تصريح منه على احساسك، كانك حتى مش قادره تحسي من غير اذنه، او كانك مش قادر تحسي من غير اذنها. هل انا فعلا حاسس ان انا متضايق فعلا، ولا اشوف لا يكون انا فعلا بتخيل زي ما هو بيقول، او ان انا بكبر المواضيع زي ما هو بيقول؟ طيب ايه الفرق بين الراجل الجاس لايتر او الراجل المتلاعب والمانيبيوليتيف وومن او الست